رجعنا للمدارس وبترس بقى التركيز والمذاكرة. كل يوم أطفالنا بيرجعوا تعبانين ومش عارفين يركزوا في دروسهم، والمناعة كمان بتتأثر مع أي عدوى في المدرسة. السلام عليكم، معاكم دكتور محمد عادل، والنهارده ان شاء الله هقولك معلومه في السريع ازاي اخلي ابني يكون انشط، وازاي احميه من التعب المتكرر، وكمان اخلي ذاكرته تكون قويه. وده السؤال اللي بيشغل اي اب وام. الحل في حاجتين اساسيين، المالتي فيتامينز وكمان الاوميجا 3. الاتنين دول هما سر الطاقه والتركيز وكمان النمو السليم في فتره الدراسه. اول عنصر هنتكلم عنه النهارده هو المالتي فيتامينز. لازم نعرف ان الاطفال في فتره الدراسه محتاجين دعم اساسي للنمو والنشاط وكمان الطاقة، وهنا بيجي دور المالتي فيتامينز لانها بتعوض الفيتامينات والمعادن اللي الطفل مش بيقدر ياخدها من الاكل. تعال اقولك على اشهر منتجات المالتي فيتامينز الموجودة في الصيدلية. اول حاجة هنتكلم عنها النهاردة هي الليميتلس كيدز، وده في منه الشراب وكمان الجامز. بيحتوي على فيتامينات متعددة زي فيتامين A والسي والدي وكمان فيتامين اي، وبيحتوي على فيتامين بي كومبلكس، وفيه معادن متعددة زي الزنك وكمان السيلينيوم. دوره ان هو بيقوي المناعة وكمان بيدعم النمو وبيزود الطاقة والنشاط وكمان بيحسن التركيز وقت المذاكرة. تاني حاجة هنتكلم عنها هي السانسوفيت ايرون. ده بقى بيحتوي على الحديد وفيه فيتامين A والسي والدي وكمان بيحتوي على الزنك. بيستخدم لعلاج الانيميا وزيادة النشاط والطاقة، وكمان بيحسن التركيز والانتباه وبيدعم النمو. تالت حاجة هنتكلم عنها هي الويل كيدز. ده بقى بيحتوي على مجموعة متكاملة من الفيتامينات زي فيتامين A والسي والدي وكمان فيتامين اي وفيتامين بي كومبلكس، وكمان معادن زي الزنك والنحاس وكمان الحديد، بالاضافه لاحماض امينيه وكمان مغذيات طبيعيه. استخدامه الاساسي ان هو بيعوض اي نقص في التغذيه، وكمان بيدعم التركيز والانتباه، وكمان بيقوي المناعه والنشاط العام. مناسب جدا للاطفال اللي مش بياكلوا كويس. تاني عنصر هنتكلم عنه النهارده هي الاوميجا 3، ودي من اهم العناصر اللي الطفل لازم ياخدها في سن المدرسه لانها بتاثر بشكل مباشر على المخ والاعصاب. الاوميجا 3 عباره عن احماض دهنيه اساسيه الجسم مش بيعرف يصنعها، فلازم الطفل ياخدها من المكملات او من الاكل. تعالوا نعرف ايه اهم فوائد اوميجا 3. بتحسن الذاكره والتركيز، وكمان بتقوي الذكاء والقدره على التعلم، وكمان بتساعد على تقليل فرط الحركه وبتحسن الانتباه. تعالى اقولك على اشهر امثله موجوده في الصيدليه. اول حاجه هي الاوميجا 3 شراب، والمستر بير اوميجا، وكمان السانسو اوميجا. الاوميجا 3 بتكون نتيجتها افضل مع الاستمرار لفتره طويله، مش مجرد جرعه واحده وخلاص. يعني لازم الطفل ياخدها بشكل منتظم علشان فعلا تاثيرها يبان على التركيز والنمو العقلي. تعالى اقولك على شويه نصايح هتبقى مهمه جدا ليك في الدراسه. وجبه الفطار المتكامله قبل المدرسه بتفرق جدا في التركيز وكمان الانتباه. كوبايه لبن او زبادي يوميا بتساعد في النمو وكمان صحه العظام. شرب الميه الكفايه يوميا بيمنع الجفاف اللي بيأثر على التركيز. النوم الكافي من 8 ل 10 ساعات هو اساس الذاكره وكمان التحصيل الدراسي. وكمان الرياضة والحركة اليومية بتنشط الدورة الدموية للمخ. تقليل وقت الشاشات قبل النوم بيفرق جدا. علشان اولادنا يبقوا في احسن صورة في فترة الدراسة، اهم حاجتين للذاكرة والنمو والنشاط هما المالتي فيتامينز والاوميجا 3. ومع الاكل الصحي والنوم الكافي والنشاط البدني هتشوف فرق كبير وواضح في مناعتهم وتركيزهم وكمان مستواهم الدراسي. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو عندك سؤال سيبه في الكومنتات وهرد عليه. متنساش اللايك والسبسكرايب والشير. سلام.